بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر مركز شباب الكعبان على هذا اللقاء، وأشكر أخوي الإعلامي المتألق علي خميس الكعبي. خميس يمكن كلمني عن الاختراع اللي سويته أنا، اللي هو يتحكم بالسيارة أي مكان في العالم. الاختراع سويته سنة 2006، ولله الحمد يعني نجح الاختراع بشكل وكان صدى في الخليج العربي والوطن العربي كامل يعني. يمكن كانت الفكرة، أنا كنت جالس مع شباب في المجلس وسبحان الله كانوا يشغلون السيارة وكانوا يفتحون السيارة وهم في المجلس، وأنا لما أقرب من سيارتي يعني يبيلي مترين أو 3 أمتار لين ما تفتح السيارة وتسكر. فجيتهم قلت لهم شباب ايش رايكم لو اسوي مثلا فكره كذا، يعني اسوي لي جهاز يتحكم بالسياره اي مكان في العالم، من ناحيه انه مثلا التشغيل، من ناحيه فتح البيبان وتسكيرها من بعيد. سبحان الله قالوا لي الشباب لا مستحيل وصعبه يعني تكون الفكره هذه، يعني ما حد سواها من قبل ولا نظن ان راح حد يسويها. لكن لله الحمد قدرت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أتمكن من هذا المشروع وهذا الإنجاز، وسبحان الله يعني قدرت أن أسوي هذا الاختراع. سويته خلال يمكن شهرين تفكير، أما أن كتطبيق لا والله يمكن أخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، والحمد لله رب العالمين الفكرة كانت كلها موجودة وقدرت أن أسويه. لكن كانت نسبة نجاحها تقريبا يعني خلينا نقول 60%، يعني كان ممكن أي أحد يخترق الجهاز ويتحكم في سيارتي وأنا بعيد عنها يعني. لكن الحمد لله رب العالمين أخذت لي بعد ساعتين زيادة أساس أن أسويه 100%، ولله الحمد يعني قدرت أن أسويه وطبقه 100%. الجهاز هذا الله يسلمكم لقى له صدى كبير ووسائل الإعلام وسبحان الله حتى في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يتداولونه وما زالوا يتكلمون عنه، إلى أن طلع سنة 2012 أو 2011 شخص ياباني قدر أنه يسوي هذا الاختراع. طبعا أنا ما سجلته الاختراع، ما سويت له براءة اختراع، يمكن قصور مني ويمكن يعني في معوقات كانت موجودة، لكن لله الحمد يعني أنا راضي باللي سويته والحمد لله رب العالمين قدرت أني أخدم في هذا الاختراع. يمكن بخميس يكلمني يقول لي عن السيارة، سالفة السيارة، شلون سويت السيارة، ايش قصة السيارة. قصة السيارة هذه هي سيارة نوع جيب ويلي من الحرب العالمية الثانية. يوم كنت أنا رايح الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد في دبي، بالتحديد في منطقة الراشدية. شفت وانا مار، وكانوا وياي عيال خالتي من هالامارات، وانا مار في الشارع سبحان الله شفت سيارة يعني لفتت انتباهي ووقفت، اضطريت اني اوقف في الشارع. وقفت وجيت دقيت الجرس مال البيت، طلع لي رجال كبير في السن شايب تقريبا، هو تقريبا رايد متقاعد في الجيش الاماراتي. سألت عن السيارة، يعني قال لي والله السيارة يعني جيب ويلي من الحرب العالمية الثانية. وقلت له شو المشاكل اللي واجهتك في السيارة؟ قال والله الحرارة تقوم، والسيارة يعني يمكن سرعتها بحدود 60 أو 50-60 كذا. طبعا كلمته بتبيع السيارة وكذا، دشت في خاطري وحاولت وياه وكذي، لكن سبحان الله السعر كان وايد يبيها بسعر غالي من حقه. طبعا سيارة نادرة، سيارة ما تواجد يعني إلا نادر، لكن لا الحمد يعني قدرت أخذ صور لها السيارة وكذا
وشكرت الرجال على الاستضافة هذه ورحت يعني. المهم يوم اني وصلت قطر السيارة تمت في بالي، افكر فيها افكر فيها افكر فيها، مش قادر اطلعها من بالي. وبس سبحان الله يعني قدرت اني بعد تفكير عميق سويت رسومات، سويت رسومات يعني دقيقة، وسويت يعني أفكار. قلت أنا ليش ما أسوي هالسيارة؟ تصنيعها سهل، بس إحنا يمكن الإمكانيات عندنا غير متوفرة، يمكن الناس ما فاضية إنها تسوي ولا تنتج أو تخترع. فقلت ليش ما أنا ما أسوي هالسيارة؟ تصنيعها بيكون سهل. سبحان الله قدرت أسوي السيارة الحمد لله رب العالمين. رحت للتشليح، أخذت ماكينة وجير والأشياء المطلوبة اللي كنت محتاجها أنا. في البداية سويت شاصي السيارة، وسويت القواعد، كراسي الماكينة وقواعد الديفريشنات وكذا. والحمد لله رب العالمين يعني قدرت اني اسوي السيارة مبدئيا اللي هي انها تتحرك السيارة. يوم بدأت السيارة تتحرك وكل شيء ركبته فيها وكذا وتحركت الحمد لله، هني صنعت البدي. صنعت البدي من الصاج 2 ملي. سويت بدي السيارة واكتمل عندي البدي كامل الحمد لله رب العالمين. فعقب ما سويت البدي واكتمل، بديت في صنفرة السيارة كاملة. عقب بديت في معجون اللي هو رقم 1. عقب بديت معجون رقم 2. عقب اللي هو المعجون الأخير اللي هو قبل الصبغ، أساس إذا في أخطاء ونقاط أو حاجة هذا يسكرها. والحمد لله رب العالمين عفوا قدرت اني اسوي المعجون كامل ونظفته وصنفره كامله. هني بديت في صبغ السياره. طبعا هاي كل الشغل طبعا في البيت، لا اني رحت جراج ولا رحت مكان. الحمد لله رب العالمين قدرت اني اسويه في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. سويت المعجون وصبغت السيارة. يوم صبغت السيارة كاملة طبعا اخترت أنا اللون البيج، لأن الجيب الويلي نزل نوعين، لونين أقصد، اللي هو الأخضر والبيج. عقب ما صبغت السيارة وكذا بديت أحط الاستيكرات عليها اللي هي استيكرات الجيب الأصلية. والحمد لله رب العالمين اكتملت السيارة عندي، ومثل ما تشوفونها يمكن طالعة وراي. اكتملت السيارة، وبالعكس يعني جواني ناس، والله جواني عيال خالتي والربع من الإمارات وجو الشباب اللي هنا في المنطقة، كل يسأل عن السيارة، وين شريته، بكم شريته، كم موديلها. لما أقول لهم موديل 2013، لما أقول لهم صناعة قطرية 100%، لما أقول لهم الصناعة أنا مسويها في البيت، الكل يستغرب. ليش؟ يعني ما في قطريين مبدعين؟ لا، عندنا قطريين مبدعين، ناس تبدع. يعني الحمد لله رب العالمين اليوم ما أنا سويت سيارة، وإن شاء الله بكرة أسوي سيارة ثانية، وإن شاء الله أفكار موجودة. وهاي قصة السيارة. يعني أبو خميس يقول لي قصة السيارة، هذه قصة السيارة. بالنسبة حق المصعد، فكرة المصعد، جاتني الفكرة يعني سبحان الله. المصاعد الحين أو اللفت أو الأسانسير ينباع على 80,000 أو 130,000 أو 180,000 تقريبا، يوصل يتراوح سعره. الفكرة جاتني عقب ما جلست مع أحد المعاقين، إخواننا وحبايبنا صراحة، وودنا أن نخدمهم بأي شيء صراحة، لأن يعني
هم المجتمع، وبدونهم يعني احنا ما نقدر ننجز ولا نتحرك اي خطوة. سبحان الله، جلست مع احد الاخوان وقال لي والله انا ودي اروح الدور الثاني لكن ما اقدر، يعني صعب علي انا في الويل شير وكذا. قلت له ليش ما اسوي لك مصعد تروح وكذا؟ قال لي لا يمكن يطيح ويمكن. قلت له لا، ما راح يطيح بإذن الله تعالى، خلنا بس أدرس الفكرة وكذا. والحمد لله رب العالمين درست الفكرة، وكانت في بعض المعوقات اللي هي مثلا لو يطيح اللفت وكذا من ناحية السيفتي والسلامة والأمن. سبحان الله قدرت أن أسويه، أن إيش لما يطيح المصعد يروح فوق ما ينزل تحت، يعني لما تقصص إحباله وكذا ما ينزل تحت يروح فوق. والحمد لله رب العالمين يعني قدرت أني أنجز هذا المصعد والسلامة الحمد لله 100%، لا يحتاج تصليح، لا يحتاج سيرفس، لا يحتاج شيء، وسهل النقل، يعني تقدر تنقله من مكان لآخر. يعني سبحان الله الفكرة هذه، فكرة المصعد، خلتني أفكر في أشياء ثانية اللي هي تخدم المعاقين. يعني أحد الإخوان الله يجزاه خير بعد الاحتياجات الخاصة على ويل شير، قال لي أنا ودي أركب سيارة فور ويل وأروح البر والبحر وكذا. فسبحان الله الفكرة جاتني شوي شوي، بديت أكون الفكرة كيف إن ما شاء الله مع أنه هو بوزن يعني بعافية، كيف إن أشله من الكرسي وأدخله في السيارة فور ويل، طبعا رفيع السيارة، وكيف إنه بدأت الفكرة يعني تجي في بالي، بس إنه بعد محتاج أنا الشخص نفسه يجي معاي ونجرب الفكرة، يركب وينزل وذي. الحمد لله رب العالمين شوي شوي راح تكتمل الفكرة، وإن شاء الله نوعدكم بالجديد إن شاء الله، وفي أفكار جديدة وفي أشياء إن شاء الله، اختراعات وابتكارات إن شاء الله إن راح نعرضها عليكم إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. بالنسبة حق مركز شباب الكعبان، أنا أحب أشكركم صراحة، وأشكر رئيس مجلس الإدارة السيد مبارك بن ناصر الكعبي على الجهود القائم فيها، وأشكر مجلس الإدارة والمشرفين والمدير المركز راشد سريع الكعبي. صراحة دعمهم حق المبتكرين حق المبدعين، يعني مو بشرط يكون دعم مادي، الدعم المعنوي، يجلسون مع المبدع، يجلسون معها، يدرسون الأفكار معها وكذا. والله يجزاكم خير صراحة، يعني بالعكس احنا من صغرنا احنا كنا ندور ناس مثلكم. يعني ان شاء الله ان راح يطلع المركز والمراكز الثانية ان شاء الله. يعني انا اتمنى لو انه يكون في المراكز الشبابية يكون قسم حق الابتكارات، ويكون يعني نفس ما تقولون ورشة علمية. وانا عندي امل كبير ان شاء الله انه راح تحقق هذه الخطوة في جميع المراكز الشبابية، واتمنى انه يكون فرع للنادي العلمي في الخور. صراحة يعني النادي العلمي يبعد عن البيت عندنا هنا، يمكن من المناطق الشمالية حول 200 كيلو روحه ورده. النادي العلمي تقريبا في مسيمير أو صوب بهامور، بعيد وايد يعني عن المناطق الشمالية، وصعب ان حد يتواصل معاه لكن ان شاء الله ان نتامل خير ان يجيبونه، يعني يكون يعني نادي علمي مصغر في مدينة الخور. واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقني وياكم، واشكر في النهاية احب اشكر علي خميس الكعبي على هذا اللقاء، واشكركم صراحة. واي واحد مبدع او عنده فكرة او عنده اختراع جديد او عنده فكرة ما يقدر يطبقها، ترى الشباب موجودين وما راح يقصرون. مركز شباب الكعبان او المراكز الثانية، اطرحوا افكاركم، اطرحوا، يعني الناس هاي تدوركم. يعني انتم تجلسون مكانكم تبون الناس تجيكم لين عندكم؟ لا، صعبة. روحوا اطرحوا افكاركم، اذا عندكم فكرة اختراع ابتكار روحوا، يعني لا تنطرون حد يجيكم، روحوا. وإن شاء الله راح تحصلون الدعم المادي المعنوي، بس أنتم تعالوا. يعني يمكن حتى في ناس عندها أفكار
ما تقدر تطبقها. في ناس تطبقها، بس فكرتك لو كانت حلوة ومرتبة وكذا، حتى لو انك تسوي لك اوراق ويعني ترسم الفكرة او انك تكتب عن الفكرة وكذا، روح المراكز الشبابية. يعني حتى لو ان ما حصلت حد يسمعك، عندك النادي العلمي. واحنا نتمنى صراحة مركز شباب الكعبان يعني ما شاء الله ما يقصرون، يعني ان شاء الله ان ما راح يقصرون وياكم، وما قصروا وياي انا كوني يعني مبتكر. انا ما اسمي نفسي مخترع، لكن اسمي نفسي مبتكر. وان شاء الله ان نوصل المراحل المتقدمة ان شاء الله. وترى مو بالابتكار والاختراع يعني محصور عند الغرب، عند اليابانيين ولا عند الغيره. ترى طلع سبحان الله العلم طلع من عندنا احنا، من عند العرب. فحاولوا بقدر الامكان تبتكرون وتبدعون، وان شاء الله ربي يوفقكم ووفقني وياكم. واشكركم على هذا اللقاء وشكرا لكم.